السلام عليكم، أهلا وسهلا أخواتي، كنرحب بكم معايا مرة أخرى على قناتكم وصفات أم علياء. كنتمنى من الله عز وجل تكونوا في أتم الصحة والعافية إن شاء الله وانتم كتشاهدوا الوصفة ديال اليوم غادي نقترح عليكم هذا الكاليت اللي كيجي من أروع ما يكون. كيجي لذيذ بزاف وهشيش ورائع أخواتي، وكيعطينا كمية وفيرة ما شاء الله بمكونات بسيطة، غادي نحصلوا على كمية كثيرة ديال الكاليت كيف ما غادي تشوفوا معايا إن شاء الله. ملي تكوني كطيبيهم كيعطيو واحد الريحه زوينه بزاف. انا متاكده جارتك غادي تدق عليك وتطلب لك الوصفه، لان الرائحه ديالهم ملي كيكونوا كيطيبوا يا سلام رغم البساطه ديال المكونات ديالهم. قبل ما ندوزو نتعرفوا على الوصفه، كنبغي نرحب بالاخوات الجدد اللي انضموا للقناه، واللي باقا ما شاركتش كنطلب منك اختي ما تنسايش تضغطي على زر الاشتراك وفعلي الجرس باش توصلي بكل الجديد. نبداو هنا في الوصفه على بركه الله. غنذكر معكم المكونات وفي نفس الوقت غادي نخدم. غادي نحتاج هنا واحد القصريه اللي غادي نعجن فيها. غادي نحتاج هنا جوج ديال البيضات اللي يكونوا كاملين. الحجم ديالهم انا كان عندي هنا كبار شويه، يعني نتوما اللي كان عندكم ديروه. وغادي نحتاج كذلك جوج البياض ديال البيض، يعني 4 ديال البيضات. خدينا جوج بيضات كاملين وجوج بيضات خدينا منهم غير البياض، والصفر غادي نحتفظوا به للدهن. كذلك اخواتي غادي نحتاج هنايا رشه ديال الملح ما تنسوهاش. ديك الصفر حتى فتبيه حتى ندهنوا به الوجه ديالهم. ضفت كذلك هنايا كاس عامر ديال السكر، والكاس الثاني ما عامرش، يعني فيه ثلثين ديال الكاس. الحلاوه راه كتجي هو هذاك، اللي ما تزيدوش على هذه الحلاوه هذه. كذلك كيس من سكر الفاني، ممكن ديروا حتى جوج ديال الاكياس يعني حسب الرغبه ديالكم. انا زدت نسمت هنايا بالقشر ديال الحامض او البرتقال اللي بغيتو. غادي نخلط هاد المكونات هادو اللي كتفضلوا، يا اما خلطوا بيدكم او خلطوا بالفوي حسب الرغبه ديالكم، حتى كينسجموا شويه هاد المكونات مع بعضياتهم. غنكمل باضافه المكونات الاخرى. دابا غادي نضيف الكاس الاول ديال الزيت، وغادي نزيد الكاس الثاني. المكونات راه مضبوطين اخواتي، غير جربوهم يعني كونوا متاكدين غادي ينجح معكم ان شاء الله. اللي بغات دير لنا نفس المكونات ممكن دير كاس ديال السكر، كاس ديال الزيت، وبيضه وبياض بيضه، يعني حسب الرغبه ديالكم، لان هذه الكميه كتعطينا تبارك الله يعني كميه كثيره ديال الكاليط. ضفت هنايا كذلك ملعقه من العسل. هاد العسل كيعطينا واحد المذاق زوين وواحد الهجشه لهاد واللون لهاد الكاليط. يعني اي مكون كنضيفوه كنخلط حتى كينسجم عاد كنكمل. عندي هنايا هاد المكون هذا كيبقى اختياري حسب الرغبه ديالكم. عندي هنايا نصف كاس من الكوك او جوز الهند اللي حمرته في المقله العافيه مهيله حتى كيتحمر كيتذهب. ضيفته حتى هو كيعطي مذاق زوين هكا. الا هاد الكوك محمر، الا بغيتو تضيفوه ضيفوه، الا ما كانش كيعجبكم هكا الكوك او ما كانش متوفر عندكم ممكن تستغناو عليه. ضفت هنا كذلك جوج الاكياس ديال خميره الحلويات. صافي غادي نبدا نضيف دابا الكميه ديال الدقيق. انا عندي هنايا عبره 7 ديال الكيسان ديال الدقيق، 700 غرام الدقيق الخاص بالحلويات اللي عندي مغربل بطبيعه الحال من قبل. وكنبقى بطبيعه الحال كندخل بشويه بشويه بالدقيق، يعني ما كنضيفوش دقه واحده. كنضيفو مثلا نفس الكميه وكنخلطو حتى كتنسجم، عاد كنبغي نزيدو نضيفو الكميه الاخرى. هاد المكونات ما شاء الله راه كتعطينا كميه كثيره كيف ما ذكرت معكم اخواتي، كيف ما غادي تلاحظوا معايا. يعني راه غادي تهزنا كميه شويه زايده ديال الدقيق. انا ضفت هاد 7 الكيسان كاملين وما غاديش يكفاني، باقي غادي نزيد هنايا الكاس الثامن هذا، يعني 800 غرام. وباقي غادي نزيد كذلك نصف كاس واحد اخر ديال الدقيق، يعني المجموع عندي 8 الكيسان ونص ديال الدقيق، 850 غرام ديال الدقيق اللي احتجت في هذه الوصفه. وكيبقى بطبيعه الحال على حسب النوعيه ديال الدقيق اللي كتخدموا به، واش كيتشرب ولا لا، او وكذلك على حسب الحجم ديال البيض اللي استعملته. وفي هذه الوصفه انا كان عندي البيض كيف ما ذكرت معكم شويه الحجم ديالو كبير، يعني نتوما كتحكموا في القوام ديال العجين. انا غادي نقرب لكم الصوره اكثر وتشوفوا القوام ديال العجين كيفاش خصو يكون رطب بحال هكا، يعني ما كيبقاش يلتصق في اليد ولكن كيكون رطب. ما تقصحوش اكثر من هكا، يعني ما تدخلوش كميه كثيره ديال الدقيق، باش هكا نحافظوا على الكاليت ديالنا يجينا هشيش ورطب، ويساعدنا حتى ملي نكونوا كنشكلوا هكايا، يساعدنا في الخدمه ما يبقاش كيتشقق. انا كنديرهم على هذا الشكل هذا، يعني شكل طولي. نتوما كيبقى حسب الذوق ديالكم، بغيتو ديروهم هكايا بحال هذا الشكل اللي درت انايا، او ديروهم دائريين اللي بغيتو، ولكن هذا الشكل هذا جا زوين صراحه. يعني كنتمنى تجربوهم بهذه الطريقه هذه. اللاطه عندي هنايا دهنتها غير بالزيت، ممكن تفرشوا لها الورقه ديال الفرن او دهنوها بالزيت بحال اللي درت انا، يعني حسب داكشي اللي متوفر عندكم. انا كنت كنوزن هنا في الميزان اخواتي، كندير فيهم 40 غرام تقريبا، ما بين 39 40 غرام، باش هكا يجيوني قد بعضياتهم. وانتم ديروا عينكم ميزانكم، يعني ماشي ضروري يكون الميزان.
وكنضغط عليهم باليد ديالي باش هكا يجيو مسطحين شي شويه، ما بغيتهمش يجيو منفوخين وعاليين، باش هكا كيدخل معاهم حتى الطياب وكيجيو طايبين ومقرملين حتى من الداخل، يعني مقرمشين حتى من الداخل. يعني كيبقى عاوتاني حتى هذا على حسب الرغبه ديالكم، واش بغيتوهم يجيو مقبين ومنفوخين، واش بغيتوهم يجيو مسطحين شي شويه بحال اللي جاوني انا في اول الفيديو. انا حتى عمرت اللاطه هنايا كامله، وبقاو لي واحد الحبيبات درتهم في واحد اللاطه صغيره، وخديت هنا ديك الصفر ديال البيض، ديك جوج ديال الصفر البيض اللي خلينا جانبا، اللي ضفت لهم شويه ديال الخل، وكذلك قهوه سريعه الذوبان، وكندار لهم الوجه ديالهم. وكيبقى على حسب الذوق ديالكم نتوما، واش بغيتوا القهوه بزاف او لا، يعني على حسب اللون اللي بغيتوا يجي في ديك الخطوط اللي كيكون في ديك في الوجه ديالهم، بغيتوا تكثروا القهوه او تنقصوا على حسب الرغبه ديالكم. كندهن الوجه ديالهم، وحاولوا دهنوا حتى الجوانب مزيان، يعني خذوا وقتكم ودهنوهم مزيان. وخديت هنا واحد الفرشيط وبقيت كنشرط كندير هاد الخطوط هكا على الوجه، يعني حتى الجوانب ديروهم ما تنساوهمش. الفران هنا عندي اخواتي مسخن عندي من قبل، ضروري تسخنوه من قبل. انا غادي نطيبهم الفرن ديال الغاز. نتوما اللي كنتو طيبوهم في الفرن الكهربائي شعلوه على 180 درجه، وملي تدخلوهم نقصوا 160 درجه باش يطيبوا على خاطرهم. انا هنا الطريقه ديال الطياب شاركتها معكم حتى هي، وضعت اللاطه الفوق والنار مطفيه من فوق وشاعله غير من تحت، ونقص النار هكايا العافيه ماشي مهيله ولكن قريبه متوسطه هكا باش يطيبوا على خاطرهم، وحتى كيطيبوا من الاسفل عفوا، وكيبداو يذهبوا من الجوانب، وكنحس بهم راه طابوا عاد كنشعلهم على الوجه ديالهم على عافيه مهيله كذلك باش كيذهبوا وكياخذوا لون واحد. بقاو كدوروا اللاطه وبقاو مقابلينهم باش طيحوا لون واحد ويجيكم التحمر ديالهم زوين. انا خرجت اللاطه ديالي وخليت ديك اللاطه الصغيره كطيب، يعني كيجي هذا الشكل، هذا هو الشكل النهائي ديالهم، كيجيو على هذا الشكل هذا، كيجيو مذهبين وديك الخطيطات كيجيو هكايا، ديك اللون ديالهم كيجي محمر، كيجيو رائعين ما شاء الله. يعني كنتمنى يكونوا واضحين عندكم في الفيديو اخواتي. والحجم ديالهم بطبيعه الحال انتم كتحكموا فيه، واش بغيتوا تصغروهم او لا بغيتوا تكبروهم. انا هاد الكميه هذه او هاد العجنه هذه تبارك الله خرجت لي كميه كثيره ما شاء الله، خرج لي تقريبا شي 42 حبه ولا 43 حبه اللي خرجت لي، ولكن بهذا الحجم هذا راه كبار شويه يعني ماشي صغار. الا بغيتوا تصغروهم هكا على حسب وليداتكم وكانوا كيعجبوكم هكا صغار، راه اكيد غادي تعطيكم كميه كثيره. وكذلك كيبقى لا بغيتوا ديروا غير نصف الكميه حسب الرغبه ديالكم، يعني نتوما ديروا داكشي اللي كتفضلوا. وممكن كذلك تحتفظوا بهم في المجمد في شي بواطه تكون محكمه الاغلاق كتسد مزيان، وديروهم في المجمد راه ما كيوقع لهم حتى شي حاجه، ينفعوكم هكا لوليداتكم ان شاء الله. كيبقى هذا هو الشكل النهائي ديالهم اخواتي. كنتمنى ينالوا الاعجاب ديالكم وتجربوهم، فعلا كيستحقوا التجربه ديالكم. والا جربتوهم خليوها لي في التعاليق، قولوا لي كيفاش جاوكم، انا متاكده غادي ينالوا الاعجاب ديالكم ويعجبوا وليداتكم كذلك. وكذلك اخواتي كنبغي نطلب منكم واحد الطلب، ما تبخلوش عليا بلي لايك ديالكم للتشجيع، وجزاكم الله خيرا. وشاركوا هكا الفيديو مع الاخوات والاصدقاء ديالكم لتعم الفائده اكثر، وكذلك باش تساعدوا الفيديو باش يتقترح على عدد اكبر من الاخوات. وحتى لهنا كنكون وصلنا لنهايه الفيديو، وكنقول لكم دمتم في رعاية الله، إلى وصفة قادمة بإذن الله.